بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم النهاردة إن شاء الله إزاي يكون هدف المؤمن في الحياة هو الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإزاي المسلم يكون ده منهجه في الحياة؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية تانية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون. بس العبادة هنا مش العبادات الصلاة والصوم والعمرة والزكاة والحج، مش مقصود بيها العبادات الحركية أو العبادات الوقتية، لا، المقصود بيها المعنى الأشمل للعبادة. العمل ما هو عبادة، إنك أنت تكفل نفسك ومن تعول تغنيهم عن السؤال، ده عبادة. إنك أنت تعامل الناس بأخلاق الإسلام وبخلق القويم، فده عبادة. لأن يعني ما فيش حاجة أتقل في الميزان من الأعمال الصالحة أتقل من حسن الخلق يوم القيامة. فالعبادة مش معناها العبادات اللي الناس تحصرها إنه قاعد بقى في المسجد وبيصلي الصلاة الخمسة في المسجد وقاعد في المسجد وخلاص، وما بيشتغلش ملوش علاقة بوالده ووالدته، ملوش علاقة باخواته، ملوش علاقة بمراته، ملوش علاقة بعياله. لا، دي مش عبادة دي. يعني سيدنا عمر لما لقى واحد قاعد على طول رايح جاي ما بيعملش حاجة غير بيشوفه في المسجد، فبيقول له: انت بتكسب بما معناه يعني بتكسب قوتك منين؟ قال له: اخويا بيصرف عليا. فراح مديله بالعصايه اللي بيبقى مكان ماسكها وخبطوا بيها كده، يعني بينهاروا، يعني بيقول له: انت كده مش بيقول له: انا متوكل على الله. قال له: لا، ده مش توكل، ده تواكل. فانت لازم تسعى وتعمل في الاسباب، وده عباده. فالمقصود العباده بالمعنى الاشمل للعباده، مش العباده اللي هي العبادات اللي احنا عارفينها: الصلاه والصوم والزكاه والحج والشهادتين والكلام ده، اللي هي أركان الإسلام يعني. فلازم يكون عندك هدف تمشي عليه. وفي الحياة بقى بصفة عامة حاول دايما تحط هدف وتسعى له، لأن اللي بينجح في حياته مش اللي أكثر موهبة، هو الأكثر اجتهادا وإصرارا. خلي بالكم من الجملة دي، مهمة جدا، دي عن خبرات سنين. اللي بينجح في الحياة مش الأكثر موهبة، ممكن يكون ناس أقل موهبة وبتنجح، هو الأكثر إصرارا واجتهادا، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيطوع لك الأسباب. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالعمل ليه ثمار، وصدقوني يا جماعة، يعني في أي حد بيتقن صنعته ربنا بيديله جزء من علمه اللدني. يعني هتلاقي هبات جايالك من عند ربنا، علمها لك، مختصك بيها، سر المهنة زي ما بيقولوا. محدش قالها لك، محدش علمها لك، جات لك من عند ربنا سبحانه وتعالى، إلهام من عند ربنا سبحانه وتعالى، عشان انت اتمرمطت في الشغلانة دي وقعدت فيها ساعات وبتتقنها ومخلص لها، ودي رزقك وربنا مجعلها ليك رزق. فصدقوني أي صنعة أو أي مهنة، كل واحد لو ركز هتلاقي ربنا، لو هو مركز قوي في مهنته ومخلص قوي ويعني متقن جدا لعمله سنين، هتلاقي نفسه في جزء من العلم اللدني اللي ربنا بيديهولك من غير ما تكون ليك سبب حد معلمهولك او كده. فدي حاجة مهمة جدا لازم نعرفها، ان دايما الأكثر نجاحا هم الأكثر إصرارا واجتهادا، مش الأكثر موهبة. نتمنى أن ينفعنا الله بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، ونسأل الله تعالى حسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.